الفيديو ده للناس اللي هي تعرفني، اللي ما يعرفونيش مش هيبقوا فاهمين اصلا انا بتكلم في ايه. وكل اللي كانوا بيكلموني في الفترة الاخيرة دي اللي ما يعرفونيش بقالهم شهور، ما بيكلمونيش بقالهم شهور، لا دلوقتي بقيت حلوة وبيكلموني وبيسألوني انا وصلت لده ازاي، وعملت ده ازاي، وبعمل ده ازاي، بصور ازاي، اكلي ده بوديه فين، الاكل كله انا وديته فين. هما اللي بس اللي هيبقوا فاهمين الكلام ده رايح فين وجاي منين. اصحابي اللي انا كنت بقف مع كل واحده يعني بكل اللي انا اقدر عليه. قلت يا بنت مش مشكله، مش مستنيه منهم مقابل، انا اتعاملت باخلاقي وهم اتعاملوا باخلاقهم، وكل واحد عمل اللي هو عاوزه وخلاص. ما استنيتش منهم مقابل وقلت مش مشكله. لا اللي ما بتتفرجش، انا مش عارفه ان انت ما بتتفرجيش، انا ما بعرفش مين اللي شاف ومين اللي ما شافش. تيجي تقولي ان هي ما بتتفرجش علشان الحاجات الباقه والنت ومش عارف ايه، بس بيشوفوا الفيديوهات من بره. انت ازاي وصلت لل2000 مشترك؟ انت ازاي بتصوري الحاجات دي؟ هم عيالك بيبقوا فين؟ انت ده اللي عندها عيلتين ديت ما بتعرفش حتى تغسل وشها، لكن انت ملمعه الحاجه وعامله معرفش ايه. انت تعرفي انا بتعب قد ايه؟ بتعرفي التصوير ده بياخد وقت ومجهود وتعب قد ايه؟ بتعرفي عيالي انا ببقى مسكتاهم ازاي؟ مفيش حد بيروح يقول لحد حاجه في وشه كده. مفيش حد بيروح يقول اصل انت جوزك واقف معاكي وبيصور انت بتشوفي جوزي بيصور؟ اقسم بالله عمره ما عدل التليفون حتى ان انا اصور ولا اعمل، وكل ده انا تعبانه فيه. لو هو سايبني ان انا اصور او مثلا بيساعدني في فلوس او بيساعدني في حاجه، ماشي يا ست، عشان ده رزق وده ده شغل. يعني ده مش هلس زي ما انتوا بتيجوا تقولوا لي ايه، ريحي نفسك وما تعمليش الكلام دوت. لا ده شغل ناس كتير ربنا كرمها منه. وانا مش طالعه العب ولا طالعه اعمل، انا طالعه ممكن افيد حد، ممكن ناس مبتدئه بقول فكره بسيطه انت نفسك ممكن تستفادي منها. شيلتي كلها، شيلي عيالي التعبانين، وشيلي وجع قلبي عليهم، وشيلي ان انا بستنى كل يومين كده ان بنتي يا ترى هتعيش ولا هتموت. بنتي التانية عندها نفس التعب، مش عارفة اعمل لها حاجة لان اختها الاولانية نفسها عمليتها فشلت. هروح اعمل لدي ايه؟ بستنى ان انا اروح كده كل مره اسافر سفر قد كده تقولي لي انت مصوره في طياره وانت عامله مش عارف ايه. انا مصوره في طياره، ما شفتنيش وانا قاعده 24 ساعه في القطر وبتعذب ببنتي علشان ان انا اروح ويقولوا لي لا روحي اصل كده كده هتموت فبلاش خليها معاكي احسن. شيلتي كلها. شوفي الاكل اللي انا باكله، انا ببقى بتمنى بنتي وزنها يزيد بس عشان العمليه يعني يبقى فيها نسبه نجاح شويه. ما فيش حد بيسأل حد في الدنيا انت وديت الاكل ده كله فين، انتوا كلتوا الاكل ده كله؟ في حد بيسأل حد كده؟ وبقيت اعدي واقول مش هعمل فيديوهات، وعادي اللي يحسد يحسد، وبقيت اصلي وادعي ربنا يكفينا شر الحسد. بس اشمعنى الفترة دي اللي بتيجوا تكلموني فيها، واشمعنى الحاجات دي بتيجوا تقولها لي في وشي؟ بلاقي غل وابتسامات صفرة وضحكات رخمة وطريقة وحشة. ليه؟ عشان ايه؟ انا وقفت جنب كل واحدة فيكو، وكل واحدة فيكو بتشتغل، مفيش واحدة قاعدة في بيتها، كل واحدة بتشتغل. ومع ذلك برضو لأول ما لقوني انا عملت اصل انت يوم ما هتقبضي بالدولار، ما هي لعبت معاكي والمشتركين بيزيدوا. ليه كمية الغل ده؟ انا مش طالعة برضو اسألكوا ليه كمية الغل، انا طالعة اطمنكوا ان بسبب الحقد ده والله العظيم في كل حاجة خربت، وتعبي كله راح، وكل اللي انا تعبت فيه بقى في الارض، ولا كأني عملت اي حاجة. فاطمني وما تتعبيش نفسك.